الناس اللي بتنتقد الكابتن حسام حسن في رفع علم دولة فلسطين، اخواتنا طبعا، العجيب انهم مصريين. العجيب انهم اوقات بشوف تعليقات لمسلمين بينتقدوه على فعل، وبيقولوا مش عايزين ندخل السياسة في الكورة، وانتقادات لاذعة. وشفت بوست قبيح بتقول انت مين اللي قالك تاخد القرار ده والخطوة دي والحركة دي؟ مين اللي قالك كده؟ ولا انت بتتبع كلام فلان؟ حاجة غريبة واحساس عجيب جدا. يعني لما بشوف البوستات اللي في الطريق ده واللي في السياق ده والمنهج والافكار بتاعت الناس دي، ولا اللي بيشجع الانتخابات اللي كانت بتواجهنا في كاس العالم، فكل انتصار او كل خطوة بيحققها المنتخب بشكل ايجابي بيطلع يقلل منها وينتقدها. طبعا انا كاهلاوي عشنا اللحظات دي كتير والكلام ده والانتقادات دي كتير مع النادي الاهلي ومتعودين عليها. فكان في سبب، راجل بيشجع نادي بعينه وانا نادي، فعادي من حقه ينتقد. اتفهم ان هو ينتقد ويقلل من بطولاتي ومن انجازاتي، لانه محروق من جواه ونفسه يكون هو مكاني ويحقق البطولات اللي الشعار ده بيحققها. طبعا كنا بنلتمس ليهم الاعذار ونقول بيحب فريقه ويشجع ناديه وهو شايف دي وجهة نظره، كنا عادي يعني متفهمين ده. لكن الغريب ان بقى يتطبق وهم نفس الاشخاص، نفس الوجوه اللي بقت كريهة لعيوننا، ما بقيناش نحب نشوفها ولا بقينا نحب نسمعها. خلاص يعني بقوا حاجة مستفزة. يعني الواحد بيحاول ينتقي الألفاظ عشان يقدر يعبر عن اللي جواه، لكن بعيدا عن الكاميرا بيتقال كلام طبعا انتوا عارفين. المهم، الغريب والعجيب ان الناس دي بتنتقد حاجات يعني ما ينفعش اساسا ننتقدها. يعني شعار منتخب مصر، علم منتخب مصر، علم فلسطين، دي رموز كلها بنحبها. اللي انا عايز اقوله ان احنا بقينا نشوف ناس غريبة، بقينا نشوف افكار غريبة، نشوف ناس بتدافع عن الكلاب الضالة في الشوارع، بتهاجم الناس اللي اتأذت من الكلاب وبتحاول تدافع عن اولادها او عن نفسهم، بينتقدوهم وقلنا ليهم العذر، بيحبوا الكلاب. لكن انت اللي بتدعم الكلاب وبتأكلهم تيجي تقول لي انت ليه رافع شعار وعلم فلسطين؟ طب ليه بتحجر عليا؟ الراجل بتقول انا حر ااكل الكلب في اي مكان، انا حر. والفئة التانية اللي بتقول الحرية والديمقراطية، انا حر في رأيي اقول اللي انا عايزه. انت ليه بتحجر على رأيي؟ ليه بتحجر على افعالي؟ ليه عايزني اعمل اللي انت بتعمله، او عايزني ما اعملش اللي انت ما بتعملوش؟ ليه؟ انت شخص مجهول الهوية، عايز تجعلني زيك مجهول الهوية؟ انت شخص فاقد العقيدة، فاقد معاني الدين، فاقد معاني الإسلام والأخوة والنخوة، فاقد معاني كتير لو قعدت أعدها لا تحصى. انت فاقد لكل شيء، فاقد لمعاني الإنسانية، وبتدعي انك ديمقراطي او انسان حر، لكن في الواقع انت شخصية مزيفة، شخصية سلبية في المجتمع. انت بتبث افكار خبيثة ومشيها خبيثة. بلاش اقول الفاظ خارجة في الفيديو اذي مسامع حضراتكم. طبعا بعد ما شفنا كل الفرحة الجنونية واللي احنا كنا منتظرينها وكنا مأمنين بيها، لان احنا ربنا حبانا برؤية واضحة لكل الامور،
الصح بنقول عليه صح عادي، حتى لو احنا ما قدرناش نعمل الصح وغلطنا لأي سبب من الأسباب بنقول احنا غلطنا عادي، تصالح مع النفس. لكن اللي مش متصالح مع نفسه ويمحي تاريخ ناس تانية سواء في الرياضة أو في أي مجال. الفكرة هنا إن بقى في مجموعة أو شرذمة متناثرة في مجتمعنا. ادعوا معايا إن ربنا يكرمنا ونستأصل الورم الخبيث ده اللي بدأ ينتشر بشكل غريب وعجيب وما كناش بنشوفه زمان. بقت قلة قليلة بيطلعوا علينا، وطبعا أغلبيتنا بيطلع يدافع لما بيشوف بوست أو كومنت أو أي حاجة على السوشيال ميديا، بيبقى عنده دافع إن هو يرد ويعلق ويعمل إيموجي أغضبني ويعمل إيموجي يعني بيتفاعل. فده غلط، غلط، كارثة. الشخص ده أنت بتديله، أنت كده بتدعمه، أنت بتدعمه لما بتدخل تعلق عنده وترفع المشاهدات عنده. الناس دي بلوك، الناس دي بلوك. تخايف عليه ليه؟ سايبه عندك ليه؟ سايبه عندك ليه؟ ايه الداعي تتفرج على افكاره الخبيثه وتدخل تكتب وتبقى مبسوط ان انت بتكتب كومنت؟ جزاك الله خير يا عم، بس الصح ان انت بلوك. مش هقول لك تعمل ابلاغ، ما تعملش ابلاغ، بلوك عشان ما يظهرلكش تاني. كل الناس تعمل كده، الناس التافهه والسخيفه اللي بتقلل من نجاحات ناس بتتعب وبتشقى وبتحقق انجازات وبطولات لازم يكونوا منبوذين، ولازم يحصل لهم كنسله وديليت من حياتنا. اتمنى ان الفيديو ده يوصل، واوعى تنسى تصلي على النبي. عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.